الرسالة دي جاية لكم من الفاشر من السودان، اسمعوها واعرفوا ايه اللي بيحصل ووصلوا صوت الناس دي لكل مكان. إلى من يهمه الأمر؟ ما يحدث الآن في الفاشر ليس هو صدام أو صراع بين طرفين. ما يحدث الآن في الفاشر هو ما تقوم به ميليشيا الإمارات من انتهاكات ضد مواطن الفاشر. مواطن الفاشر كل ذنبه أنه ظل صامدا في المدينة لمدة عامين دون طعام، دون ماء نظيف، دون دواء. مواطن الفاشر ذنبه أنه ظل محافظا على الأرض ومدافعا عن العرض. مواطن الفاشر الآن ترتكب بحقه أبشع أنواع الإبادات الجماعية والتطهير العرقي على مسمع ومرأى الجميع. لذلك من يمتلك ذرة رحمة في قلبه أن لا يطبع مع هذه الجرائم، أن يتحدث عن الفاشر وأن يتحدث عن هذه الجرائم ويتحدث عن السودان. مفيش كلام بعد اللي سمعناه عشان نبدأ نتكلم عن السودان ونوصل صوتهم لكل العالم زي ما وصلنا صوت أهل غزة للعالم. أهل السودان دلوقتي بيتعرضوا لأسوأ من اللي تعرض له أهل غزة على مدار السنتين اللي فاتوا، فواجبنا عليهم إن احنا نوصل صوتهم للعالم كله، ممكن نكون سبب لإنقاذهم من اللي هم. وصلوا الفيديو ده لكل مكان بلايك وشير وكومنت، وادعوا لأخوالكم في السودان في الكومنت وصلوا عنه.